يعني. طب بالنسبة للحول أو كسل العين، كيف بتلاحظ الأم؟ ما هي الأعراض؟ يعني بتلاقي العين أقرب قليلا إلى الزاوية مثلا، إذا كانت الحالة أكثر خطورة أو أكثر شدة، كيف بيأثر على نظره بأي شكل أيضا؟ اي انحراف في العين او اي شكل مش طبيعي في العين الام بتلاحظه لازم تلجأ على طول لدكتور عيون الاطفال. طبعا في شائعات كده بتطلع بتبقى ظالمه جدا الناس في قصه الحول، نعم. وخصوصا في مجتمعاتنا العربيه والشرقيه بوجه عام، ان حد يقول مثلا لا الحول ده لسه صغير، ده لما يبقى يكبر بقى نبقى نعالجه. طب حضرتك لما يكبر العين هيحصل لها كسل وظيفي نتيجه الاهمال الحول. او حد يقول لا الحول ما ينفعش نعالجه الا قبل 18 سنه. طيب. او حد يكون كبير في السن اصلا ويبقى عايش حياته بحول، وحد يقول له لو صلحته هتشوف الحاجه اتنين، اوعى تصلح الحول. دي كلها شائعات خاطئه تماما. خاطئه. لكن في بعض الاطباء ايضا بيقولوا انه هاي المرحله، هذه المنطقه اللي هي بجانب المنخار عند الطفل، اذا كان الطفل يعاني من وزن زائد او من تدوير زياده في الوجه، قد تبدو وكانها حول لكنها حول كاذب. بالظبط. فما هو الحول الكاذب ايضا؟ الحول الكاذب يعني حد شكل عينيه يبدو عليه ان هو عنده انحراف، ولكن العين سليمه جدا ومفيش اي انحراف ولا حاجه، ودي مجرد رسمه عين. ممكن تكون نتيجه لان المسافه بين العينتين كبيره، او المسافه بين العينتين صغيره، او قاعده الانف هنا عريضه شويه في الاطفال الصغيرين. احنا بنقول لو لاحظت اي شكل غريب هتروح لدكتور متخصص في الموضوع، عيون متخصص في الحته ديت، وهو لو قال لك ان ده سليم وحول كاذب خلاص. لو قال ان ده حول حقيقي بتحسن شكله. هذا من علامات الجمال. يعني غير الحول يعني الحول غير الحول. فممكن هيتحسن شكله قليلا لما عظم الوجه يتكون بشكل اكبر لما يكبر. بس انا لازم الاول اكسكلود ان هو ده مش مرض. طيب. يبقى لازم هو يروح لدكتور العيون علشان يعرف، عيون الاطفال، عشان يعرف ان هو مش مرض اولا، وبعد كده يطمن ان ده مش مرض، وبعد كده نبتدي نتكلم في شكله. هي نفسها حولة الحصن؟ لا حضرتك كل انواع او كل ظواهر غريبه على العين او الحول. بس انا احيانا، بس عشان انا شفتكم بتتكلموا في الموضوع ده، الحول احيانا بس في سيدات بتبقى عينيهم واسعه خالص، فبيبان خطأ ان في حول للخارج، بس هي لا عين ابعد شويه، وعين الحول للخارج. فمن كتر ما هي عينيها واسعه زي فنانات، بس مش عايز يعني فنانات يعني جمال جدا خلاص، وبيكون يعني النيني بتاع العين شديد السواد والعين نفسها شديده البياض، فالناس يعني جرى العرف هنا بيتكلموا عليها الحور العرب وكده يعني. بس الحور حاجه والحول حاجه. الحول ده مرض.